السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة مع بعض عيش البريوش بطريقة سهلة ومميزة وعجينة زي القطن. تنفع لعمل السندوتشات بأنواعها، برجر، كريسبي، مفروم. وقبل ما نبتدي أحب أذكركم بعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم إشعارات بفيديوهاتي الجديدة، وكمان لضمان استمرارية القناة. ويلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا النهاردة. ودلوقتي يا حبايبي هنبتدي بالمقادير. في عندي 30 جرام من السكر، وعندي كمان معلقة ملح صغيرة، 10 جرام من الخميرة، معلقة خل صغيرة، 60 جرام من الزيت، 1 بياض بيضة، 240 جرام من اللبن، واخر حاجة عندي 450 جرام من الدقيق. ودلوقتي هحط الملح على الدقيق، وبعد كده هجيب بولة وهحط فيها السكر، وهحط كمان الخميرة، وهحط اللبن، وهضيف عليهم معلقة الخل، وهقلبهم كويس. وبعد كده هضيف الزيت، وهضيف كمان بياض البيضة، وهقلبهم كويس. وبعد كده هضيف كل الخليط ده على الدقيق، وابتدي ان انا اعجن العجينة بتاعتي لمدة لا تقل عن 10 دقايق. دلوقتي هنغطي العجينة ونسيبها تستريح لحد ما ترفع مرة تانية. وبعد ما العجينة ما رفعت بالشكل ده، هنبتدي نقطع العيش لكور صغيرة على حسب الحجم اللي انتي عايزاه. ودلوقتي عشان اشكل العجين هاخد مسحة من الزيت على الرخامة، وهفرد العجين زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وبعد كده هبتدي ان انا الف رول، وانا بلف هاخد الاطراف بتاعته عشان ما يبقاش مفتوح بالشكل ده. وفي النهاية هقفل اطرافه من تحت بالشكل ده كده، واحط الجزء المقفول ده على الصينية من تحت. ونفس الطريقة هاخد برضو مسحة من الزيت، هفرد العجينة زي ما انتوا شايفين. بعد كده ابتدي ان انا الف رول واخد معايا الاطراف، وفي النهاية هقفل الرغيف من تحت بالشكل ده واحطه في الصينية، وهكذا لحد ما اخلص مقدار العيش اللي معايا. اما بالنسبه لعيش البرجر، هاخد الرغيف زي ما انتوا شايفين كده والفه كويس، بحيث اني اجمع كل الاطراف بتاعته في الرغيف من تحت، واحطه على الصينيه. الجزء المقفول ده احطه على الصينيه من تحت. بالشكل ده خلصنا تشكيل الكميه بتاع العيش اللي عندي كلها. هبتدي دلوقتي ان انا اغطيها واسيبها لحد ما ترتفع مرة تانية، وبعد كده نبتدي في التسوية. دلوقتي بعد ما العيش بتاعي ما رفع بالشكل ده، دلوقتي هجيب صفار البيضة وهحط عليه رشة بسيطة من الفانيليا ومعلقة من اللبن، وهقلبهم كويس، وهمسح بيهم وش العيش بالراحة خالص علشان ما طفيش الخمر بتاع العيش. بالنسبة لتسوية العيش، هحطه في فرن سخن على الرف الوسطاني، الرف اللي انا بحط عليه الكيك، لحد ما ارضيته تحمر من تحت. وبعد كده اشغل عليه الشواية لحد ما وشه يحمر من فوق. وده كان شكل العيش بعد ما خرج من الفرن، هش
وخفيف. اتمنى تجربوا وصفتي لعيش البريوش. اذا عجبتكم الوصفة واستفدتوا منها اتمنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. دمتم في حفظ الله وامنه في كي كيتشن.